السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندي هاي الشاحنه اللي هي كوبي او وكاله يسموها. هاي مال ايفون، مكتوب عليها 20 واط. طبعا هنا مكتوب عليها مال ايفون 13. اكو موديل يجي ايفون 12 بيها كلش هواي انواع موديلات نفس الشكل، بس راح تكون مختلفه. المهم فهاي هو هذا راس الشاحن مثل ما تشوفوه، يشبه اللي يجي من ابل. تمام. هذا يسموه وكاله، مو نفس اللي يجي مال ابل الاصل، لا انما تقليد لكن نوعيه زينه كوبي، حتى نكون واضحين وصريحين كلش وياكم. ما تقدر تفرقه بسهوله عن الاصلي، وحتى كوزن وشكل هاي مشابهات، وحتى بالاداء بعض الاحيان حتى اكون دقيق كلش وياكم. وبهن هواي موديلات، يعني انا من اروح اسوق يعني بين شهر وشهر، بين اسبوعين 3 اسابيع، ما القى نفس الموديل. كل ما اروح القى فد موديل شكل، وفد لزقه شكل، فد كتابه شكل، ف100,000 موديل اكو لا يعد ولا يحصى. المهم فدا احكي لك السنه عندي هذا النموذج منه كرتونته. طبعا 100,000 موديل اكو، فما ما يعني شوفوا، تجي مرات مره راح تشتري لقيت كرتونه صغيره كرتونه كبيره نفس الشيء، بس قال لي كرتونه كبيره كذا سعر، صغيره كذا سعر. المهم هسه هاي الشاحنه، بسم الله حطيتها هنا على الشحن. طبعا دا اجرب شحن هذا الجهاز جوجل بيكسل. شوف انا دا اقول لك شحن سريع، ستمتلئ البطاريه خلال 45 دقيقه. حكي حلو، حكي حلو. هاي شوفت عنكم مثل ما تشوفون. هاي هسه الشاحنه. هسه شو نجيب؟ عندي هاي الشاحنه هنا مستعمله اصليه مال ايباد مدري ما شنو. المهم هاي 20 واط مثل ما مكتوب هنا 20 واط. تمام. مثل ما تشوفون مستعمله، بينما الجهاز نجي نفصل ونشكل. هاي هنا ربطناها، ونشوف هسه هنا ايش يقرا عندنا. جار الشحن سريعا، تمتلئ البطاريه خلال 45 دقيقه. حكي حلو، حكي حلو. فالفكره من هاي انه شوفوا هاي الشاحنه الاصليه تقريبا تعادل هاي. طبعا هسه انا بهذا الجهاز قست. تمام. بالايفون ما يطلع لك سرعه شحن، مجرد تشحن وتشوف انت يعني تحسب دقائق وتشوف. الفكره اللي اوصل لكم اياها انه شوفوا هاي يعني طبعا تكون سعرها ارخص بهواي من الاصليه. يعني الاصليه حتى ان كانت هاي الشكل الثاني، اكو شكل ثاني اصليه تجي بهالشكل، احنا ما لنا علاقه، نحكي عن المحاوله، نفس المحاوله مثلا هاي موجهه لامريكا للشرق الاوسط. المهم لكن يعني كشكل ام ثلاث رؤوس ام الراسين، اكو واحد يقول لك هاي الصياك، واحد يقول لك هاي الصياك، واحده تجي ام شي مثل السيامه. مو مهم هسه. لكن قصدي انه هاي مرات يبيعوا لكم اياها كاصليه، والاصليه مال هاي اللي تجي وكاله من ابل، الاصليه تجي وحدها يطلع سعرها بال 35 40 الف. حكي حلو. والكيبل واحده الاصلي يطلع سعره هذا كيبل الايفون الرفيع. شوفوا هذا كيبل الايفون تايب سي الاصلي، يطلع الكيبل واحده سعره بال هم 30 35، جزء اقل في 29 22. المهم يعني سعرها مزدوج 70 او 75 الف، وربما حتى اكثر. فانت واحد يجي يبيع لك يقول لك هاي اصليه وسعرها 30 35 20 25 اي سعر كان، ويقول لك هاي من شركه ابل، هاي علامه ابل، وهاي مال ابل منها تسلتها الله تنفتح، هذا الشريط تفتحه. ابل ما عندها هيك منتج اصلا. طبعا على موقع ابل ما تلقى عندهم في شيء ابد. تجي شاحنه منفصله وكيبل منفصل، والكيبل يمكن يجي باكج. ما عندهم هيك باكج شركه ابل. انا استعمل هاي، بس افضل استعمل الشاحنه الاصليه. يعني صار حاط هنا مالتنا شاحنه ثانيه، هاي مالت اصليه مخليها هاني. المهم فما راح تحس فد فرق كبير. بس مثلا هاي الشاحنه، بس شنو الفكره انه انت انا اوصل لك اياه انه ما اريد تنغلب ويبيعوا لك هاي على انها اصليه. انا اللي يجي يشتري مني اقول له عمي هاي وكاله، راد يدقق. قال لي شنو يعني، ظل يسالني شنو وكاله، اقول له انه هاي كوبي نوعيه جيده، تشحن لك شحن سريع. مرات واحد يسالني هل تاثر على البطاريه، صحه البطاريه؟ صراحه ما اعرف يعني، بس ما اقول لك لا، ما اجزم واقول لك لا، بس ما اعرف. يعني يراد واحد يظل يجرب حتى يشوف. وقسم من الاجهزه يعني مرات جهاز ماكو ذن الامريكيات ومن بدلات بطاريه الباله المفتوحات، بطاريته من كعب من حدا تنزل، وتجي على الاجهزه الشرق الاوسط، مو الشرق الاوسط انما الاجهزه اللي يعني ما مفتوحه، تشوف بطاريته تطول. فالفكره انه مو شرط المشكله بالشاحن، مشكله بالبطاريه. لكن ما اقول لك انه هاي تعادل نفس هاي بالبطاريه، ما اعرف يعني، لازم اجرب يلا اشوف. واحد يقول لك انه هنا اكو محاوله وهنا اكو محاوله، ما دام تقرا شحن سريع فانا تقرا شحن سريع. اوكي. اجهزه ريلمي اوبو وغيرها، ليش شاحنه مثلا هاي الشاحنه 120 واط مال شاومي ما تشحن شحن سريع سوبر بوك على الريلمي؟ في حين تخليها مال ريلمي تتعرف عليها. بعد شلون لون هاي شغلات فيزيائيه ما اعرف بيها يعني، كتردد كموجه طول موجه ما اعرف صراحه، ما اريد ادخل نفسي بهالامور. لكن اكو فد فرق.
فكرة اللي اوصل لكم اياها انه ما ردكم تنغلبون وتشترون هاي بسعر الاصلية وهي كوبت مو اصلية. تمام. فانت من تروح تشتري قل له عمي هاي شنو اصلية من ابل، من شركة ابل، بها ضمان اذا طلعت مو من ابل ترجع لي اياها. هنا الحكي حيختلف وحيقول لك لا عمي ما عندي هالشي. اتمنى تستفادوا من هالشي. واني هاي صار كذا اوضح عليه لان اشوف خطيه هواي ناس ينغلبون به. لو يجي واحد ينشر يقول عمي شاحنه اصليه وياكلون الناس. ومرات حتى تلقاها ثقيله تفتح تلقى بداخلها رمل.